ذكي ولماح ومبدع وعندك أفكار وحاجات كتير قوي، ولكن ما حققتش أي حاجة لنفسك. بكل بساطة، الذكاء مش كل حاجة. عشان خاطر تبقى عارف تبقى حاطط في دماغك في شوية حاجات كده لازم إنك أنت تكون عارفها. في ناس كتير قوي شاطرين وناس كتير قوي ذكيين، ولكن كل المشاريع اللي هم دخلوا فيها فشلت. مش عشان هم أغبياء ولا عشان خاطر هم دماغهم مش كبيرة ولا هم ما عندهمش ذكاء، لا لا بالعكس. المشكلة كلها بترتبط بالروتين والعادات اليومية، السلوك بتاعهم عامل ازاي، سلوكهم إيه نظام. في 3 حاجات لازم تكون مركز عليهم ولازم انك انت تكون عارفهم دايما، تخليهم دايما في بالك. رقم 1، الالتزام بالعادات اليومية. النجاح لازم تكون عارفه ان هو بيبدأ بخطوات صغيرة اللي بتوديك للهدف اللي انت مخطط له. تمام، كل يوم خطوة صغيرة بتقربك للي انت عايزه. رقم 2، دايما خليك تطور من نفسك وتتعلم حاجات جديدة كل يوم، كل اسبوع، كل شهر. لازم انك انت تكون في مسار تعليمي دايما عشان تقدر ان انت تطور من نفسك، والدماغ ديت تتحرك شويه في حاجات تانية. رقم 3، ودي اهم من كل ما سبق، الصبر والاستمراريه والمتابعه. معظم الناس بيدخلوا ويكونوا عندهم ان هم متحفزين وفي الاول وشويه حماس، وبعد كده يلاقوا نفسهم ان هم الموضوع هبط معاهم تاني ومش بيكملوا، علشان كده بيفشلوا او الموضوع معاهم بيبوظ. فأهم حاجة إنك أنت تستمر مهما كلفك الأمر. جرب النهاردة إنك أنت تاخد خطوة جديدة، وحتى لو الخطوة دي صغيرة خالص، وتخليها جزء روتين يومي من يومك عشان توصلك لهدفك. وشارك الفيديو لو أنت حابب إن حد محتاج إنه يسمع الكلام دوت. لايك وشير ينفعنا، مش هيضرك في شيء. فيا ريت اشتراكك في القناة، لايك وشير. شكرا لك.